طوبى لجيل توخى الوحي عنوانا وشاد من نوره في القلب إيمانا وغد في السير يبغي العلم ملتمسا أصوله فحباه الله رضوانا علم الشريعة تاج. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنت صور أو كيف أنت تفعل كم سكي صور وخذ انظر إلى هاتفك لا تجلس هكذا. في الدرس الماضي نحن كنا في داخل موضوع الحج، أحكام الحج، وأخذنا هناك بعض الأحكام متعلقة بالحج. فهمنا هناك ما هو من شروط الحج، ما هو من شروط العمرة، وتعرفنا هناك بكثير من الأشياء متعلقة بالعمرة ومتعلقة بالحج. الآن نريد أن ندخل ونستمر كلامنا، وكلامنا يكون في أقسام الحج. هو سمى أقسام الحج، لكن حقيقة هناك يريد أن يقول عن أقسام الطواف. والله أقسام الحج، نعم صحيح. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه في الدارين آمين. الحج أقسام ثلاثة، يعني الحج ينقسم إلى ثلاثة أقسام. نحن كنا نتكلم عن ذلك، يعني أنا قلت لكم أظن. الأول الحج مفرد أو مفرد، عندكم مكتوب هكذا؟ يجوز لكم يعني مفرد، أظن أفضل. يعني الحج مفرد، يعني حينما الحج هو يفعل بنفسه مفردا، يعني وكالصلاة منفرد، كما هو يساوي صلاة منفرد حينما أنت تصلي صلاة في البيت مثلا منفردا. وهو أن ينوي الحج وحده. ما هو؟ حينما أنت تفعل نية على حج واحد فقط بدون أن يكون عمرة أو مشابه، فقط على الحج. والثاني عندنا نوع الثاني الحج يسمى متمتعا. نحن كنا نأخذ كلمة التمتع كثيرا قبل ذلك. هذا هو معناه متمتع. ما معنى متمتع؟ متمتع هو أفضل من الحج مفرد. أولا ما هو يجب علينا أن نعرفه، هو أفضل من الحج المفرد. هو في منزلة الصلاة مقتديا بالإمام. يعني مثلا أنت تصلي مقتديا اقتداء بالإمام. ما معنى؟ وراء الإمام مع الجماعة يعني. والصلاة مع الجماعة أفضل من صلاة منفرد. ولذلك الحج المتمتع يكون في منزلة الصلاة الرجل مع الإمام جماعة، يعني كما تعرفون. فإنها أفضل من المنفرد. وهو ما هو أن ينوي العمرة وحدها، فإذا وصل إلى مكة طاف وسعى وفعل طواف يعني، وفعل السعي سعي يعني صفا مروة. تحلل يعني تحلل بالحلق أو التقصير، لأن نحن قلنا يجوز مكان حلق ماذا؟ التقصير يعني. ثم بعد ذلك هو يحرم بالحج، يعني مرة ثانية، لكن للحج ليس للعمرة. يعني في مرة الأولى كان للعمرة، في مرة الثانية بعد أن ينتهي أعمال أحكام العمرة هو يحرم مرة ثانية لكن للحج عند خروجه لعرفة يوم الثامن. حينما يخرج إلى العرفة في يوم الثامن من الحجة. معظم الناس الآن في زماننا يفعلون هذا، يعني معظم الناس يذهبون قبيل الذهاب إلى الحج وإلى العرفة. قبل ذلك بيوم يومين 3 أيام يذهبون يفعلون هناك العمرة وينتظرون بداية وقت عرفة. نعم، الذهاب إلى العرفة هو جيد، هو أفضل من المنفرد. ما هو أو مفردا من الحج الذي جاء مفردا. يا رب بما هو أفضل أنه كان يفعل عمرة مع الحج.
لكن الإحرام على كل أحد من العبادة للعمرة والحج كان مستقلا، يعني هو فعل للعمرة إحراما وفعل إحراما للحج، يعني ما فعل بإحرام واحد عمرة وحج، لا هو جعل إحراما مستقلا لعمرة إحراما مستقلا للحج. لماذا قلت هكذا؟ لأن مهم جدا أن نفهم هكذا. لماذا؟ لأن الثالث هو يفرق أو يتفرق أو يختلف من الثاني من هذه جهته، يعني ثالث حينما أنت تفعل العمرة والحج بإحرام واحد. يوم الثامن من ذي الحجة، مفهوم كلام؟ الثالث الحج قارن، هذا يسمى قران. قارنا معناه حينما أنت ماذا تفعل، يعني أنت تقرن العمرة بالحج بإحرام واحد، وهو أن يحرم بالحج والعمرة معا. يحرم معناه أنت تفعل إحرام على الحج والعمرة، مفهوم كلام؟ وليس يعني لا تفعل إحرام مستقل على العمرة وإحرام مستقل على الحج، لا، بإحرام واحد. وهو أفضل من الحج مفردا أولا ومن الحج متمتعا، من كليهما. كالصلاة إماما، هو في منزلة الصلاة كأنك كنت تصلي إماما، ليس المقتدي، يعني من إماما، يعني إمام هو أفضل، كونك مصليا إماما وأفضل من صلاة المنفرد وأفضل من صلاة المقتدي لأنك إمام يعني. ومن كالصلاة إماما لقوم المقتدئين به، من هو يقتدي بك يعني وراءك، فإنها أفضل من صلاة منفردا ومن صلاة مقتديا كما قلنا، لأن في منزلة الصلاة منفرد هو يكون الحج بنفسه، والصلاة مقتديا يكون التمتع. وإن نقول كونك إماما في داخل الصلاة أفضل من المقتدي ومن صلاة المنفرد، إذن بالقياس يكون القران أفضل من التمتع والحج بنفسه، مفهوم كلام؟ ويقول بعد ذلك يا رب كما أن الصلاة لها تحريم، يعني هو ما هو جيد ويفهم أو يشرح لكم، يفهم أو يشرح لكم بالقياس حتى يكون عندكم تصور في الحج. هو يقول كما أن الصلاة لها تحريمة لا يصح الشروع فيها إلا بتحريمته، يعني نحن نعرف قبل أن تدخل إلى الصلاة ماذا نفعل؟ تحريم التكبير، صحيح؟ تحريم التكبير، ولا يجوز لك أن تدخل إلى داخل الصلاة إلا بفعل تحريم التكبير. كما كان تحريم التكبير للصلاة هكذا أيضا موجود عند الحج، مفهوم كلام؟ وعند العمرة أيضا، يعني هو يقول إلا بتحريم. كذلك الحج له إحرام، يعني التحريم، فهمتوا كلام؟ نحن قلنا إحرام لا يقصد منه اللباس بنفسه، يعني الإحرام هو نحن قلنا النية، نفس الشيء كما عند في داخل الصلاة، يعني كمثلا قبل أن تدخل إلى الصلاة يجب عليك أن تفعل نية مقترنا بماذا؟ بتحريم التكبير. وهكذا إحرام أيضا يفهم في الحاج، يعني يفهم أنه ليس فقط لباس نحن قلنا هو الواجب. ولو مثلا أنت تدخل بدون أن تلبس هناك الإحرام، ملبس إحرام، بدون أن يعني تبدل ثيابك بثوب مخيط تدخل، لكن فعلت نية لبيك الله لبيك، وأنت تكون رجل الذي يعتبر حج، يعني أنت تكون حج، لا إشكال. يجب عليك أن تفعل الدم على أنك دخلت بالمخيط، لكن ليس اللباس هو نفسه المقصود، مفهوم كلام؟ لا يصح الشروع فيه إلا بعد إحرام به. نعم، لا يجوز لك أن تدخل إلى الحج إلا بعد إحرام به، يعني بالحج. كما أن التحريم للصلاة كناية عن نية الصلاة بالقلب والاتيان بذكر الله تعالى باللسان، يا الله. كمثل أنت قبل أن تدخل إلى داخل الصلاة أنت تفعل ماذا؟ تحريم التكبير. ما هو التحريم التكبير؟ أن تقول الله أكبر، يعني الله، كلمة الله أكبر، تحريم التكبير يكون مكان ماذا؟ مكان نيتك، مثلا كأنك
لماذا فعلت هذه الأشياء؟ رفعت يدك وقلت الله أكبر. لماذا؟ لأنك نويت أن تدخل إلى داخل الصلاة. وهكذا إحرام أيضا هو ماذا؟ أن تفعل نية وتقول بلسانك كما قلت في داخل الصلاة الله أكبر، هكذا أيضا في الحج لبيك الله لبيك يعني. مفهوم؟ كما أن التحريم للصلاة كناية تحريم للصلاة وكناية عن ماذا؟ عن نية الصلاة بالقلب والإتيان بذكر الله الله أكبر تعالى باللسان مثلا، قول واللسان، وهو قول مصلي. وما هو؟ وهو قول مصلي الله أكبر باللسان يعني. أو نحو ذلك. لماذا هو قول نحو ذلك؟ ليس شرط أن يكون الله أكبر، يجوز لكم أن تستعملوا الله كبير أو ما شابه، لكن ما هو أفضل نحن نقول الله أكبر كما وصل في الآثار. فكذلك إحرام في الحج يعني مقابل الحج، وهو نية الحج بالقلب كما في الصلاة، والإتيان بذكر الله تعالى باللسان، وهو قوله ماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم لبيك، أنا قلت بسم الله، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ويحفظوا هذا الذكرى ممكن في المستقبل حينما تذهبون إلى الحج يعني، وأنا أكون سببا لحفظ هذا الذكر يعني إن شاء الله، أن يقدر الله تعالى لكم هذا يعني. وكما أن التحريم في الصلاة لا يكفي فيها مجرد نية بالقلب ما لم يكبر بلسانه، نحن نقول كمثل إلى داخل الصلاة هل يمكنك أن تدخل بدون أن تقول الله أكبر مثلا فقط هكذا؟ يعني نحن نقول لا، لابد أن يكون هناك التحريم، والتحريم أيضا باللسان. ما هو؟ الله أكبر، أن تقول كلمة الله أكبر. ويقول أيضا هكذا في داخل الحج لابد أن يكون الذكر باللسان، لبيك اللهم يا الله يا رب، أو يقلد في هذا المكان نحن ليس في هذا المكان. فكذلك الإحرام إذن بالحج لا يكفي فيه النية بالقلب. أنت لا تستطيع أن تقول لا أنا نويت بالقلب بدون أن تقول لبيك اللهم لبيك، لا، يجب عليك أن تقول الذكر بلسانك. مفهوم كلام؟ ما لم حتى هو يقول الذكر بلسانه، أو يمكن أن يكون مكانه مكان النية يعني، أو يقلد يعني مكان إحرام نقولها، أو يقلد بدنة مع النية. ما معنى يقلد؟ يعني أنت تفعل قلادة إلى البدن. ما معنى قلادة؟ أنت تجعل علامة فوق البدن، يعني ليس الشرط أن يكون البدن، والبدن عندنا مثلا في الزكاة يستعمل على إبل وبقرة، لأن ليس في الزكاة يعني الله في الذبح في الأضحية يعني. هنا باستعمال البدن لا يقصد بدن البقرة والإبل، لا، ويمكن أن يدخل إلى داخله غنم. ما هو؟ يعني حينما أنت ترسل أو تذهب بالغنم أو بالبقرة أو بالإبل للذبح هناك، وأنت تجعل فوق ذبحه علامة يقلد قلادة. ليس الشرط أن يكون بنوع واحد أو بنوع متعين، لا، يمكن أن تفعل بأي شيء. أنت يمكنك أن تضع فوقه ماذا يعني علامة يعني الخرقة الأحمر مثلا خمراء، أو تقلد خزاء حتى يكون مفهوما أنه للحج. فهمتم كلام؟ هذا يمكن أن يكون مكانا للإحرام يعني، مكان مع النية، لكن مع نية الحج، ويسوقها يعني أنت تسوق هذه البدنة بنفسك إلى داخل الحج، ومع ذلك يتوجه معها، أنت تتوجه إلى جهة المكة بنفسه، يعني لابد أن يكون هناك التوجه والسوق وماذا والقلادة. أو مكان التوجه يمكن أن يكون يدركها. ما معنى؟ كمثلا أنت أرسلت، ما توجهت مع بدنتك بنفسك، لا، أنت أرسلت وبعد ذلك وصلت من جهة أخرى لكن أدركت قبل الدخول إلى الحرام، أنت دخلت معها يعني. مفهوم كلام؟
نحن فهمنا ما هو السوق. سوق ما هو، يعني نحن استعملنا كلمة السوق يسوقها، لكن ما هو السوق؟ هو يقول السوق إن بعث بها يعني هو أرسل بدنة ولم يتوجه معها. ليس الشرط أن يكون التوجه معها، مفهوم كلام؟ المهم أن يدركها، إلا في البدنة المتعة والقران، إلا إذا كأنه يريد أن يقول ليس الشرط التوجه والإدراك، أيضا إدراك في بدنة المتعة والقران. الشرط أن تدرك في وقت سوق بدنة الحج، مفهوم كلام؟ لأن في بدنة المتعة والقران ليس الشرط إدراك أن تدرك وقت الدخول إلى الإحرام، إلى الحرام عفوا. ويقول فلو قلد هديه يعني هذا تسمى بدنة هديا، يعني هدية ولم يسوق، أنت ما فعلت السوق. أو ساق مثلا، هو حال الثاني، ولم يتوجه معه، ماذا يكون؟ ثم توجه بعد ذلك. ما معنى ثم توجه بعد ذلك؟ بعد أن دخل أنت ما أدركت، بعد ذلك وصلت، مفهوم كلام؟ يريد النسك وأنت جعلت نية إلى النسك، إلى الحج. فإن كانت البدنة لغير المتعة والقران لا يصير محرما حتى يلحقها. يعني هو يقول فإن كانت البدنة لغير المتعة، يعني وإن كانت بدنة للحج، إذا أنت لا تصير المحرما حتى أنت تدرك. الإدراك مهم، فهمت كلام؟ لماذا ليس الشرط إدراكه في المتعة والقران؟ نحن قلنا ليس الشرط من البداية. ما هو المتعة والقران؟ يعني أنت تذهب بالهدي إلى الحرام من بيتك. لماذا؟ لأنك تعرف أنك تجمع بين العمرة والحج، هذا شيء آخر. لكن حج وذبحه هذا شيء آخر، مفهوم كلام؟ فإن كانت البدنة لغير المتعة والقران لا يصير محرما حتى يلحقها، حتى يدركها يعني. فإذا أدركها وساقها جاز محرما، صار محرما يعني، مفهوم كلام؟ مفهوم كلام. وإذا أراد أن يحرم من الميقات، نحن أخذنا ما هو الميقات في الماضي، مكان الذي يجب علينا أن نحرم فيه. وإذا أراد أن يحرم من الميقات أو قبله أو قبل الميقات، نحن قلنا جائز أن نحرم قبل الميقات أيضا. انظر أنا نسيت أن أحسب كاملا، أدخلته إلى المحذوف، إلى داخل المحذوف، لكن ما حذفت من هناك. أو قبله، فإنه يستحب له أن يعني قبل لبس الإحرام مستحب له أن يحلق شعره، حتى كم وقتا أنت تكون في الإحرام والله أعلم. وكل وقت حينما أنت تكون بالإحرام لا يجوز لك أن تقصر شعرك، وأن يكون طويل، ومع ذلك أنت تكون بالإحرام وقتا طويلا، يمكن أن يصبح شعرك طويلا جدا، يعني حتى يكون غير مريح لك مثلا يعني. ولذلك مستحب أن تحلق أو تقصر شعرك إن يعتاده، وأن يكون من عادته يعني. وإلا صرحه يعني، وإلا يمكنه أن يصرح أن يترك يعني. ويقول أن يقص شارب، من المستحب أن يقص الشارب أيضا والله أعلم، كما أنت تكون في داخل إحرام يعني. ويقلم أظافر أيضا، أن يقلم أو يقصر أظافره. ويحلق إبطيه، أن تعرفون يحلق إبطيه والشعور في إبطيه، وعانة يعني في هذا المكان يا رب. وأيضا من المستحب أن يجامع حليلته يعني ليست زينة، حليلته زوجته يعني، ما هي تكون حلالا، مفهوم كلام؟ إن كانت يعني في حال حينما هي تكون، وفي حال حينما هي لا تكون عند أحد للأسف يعني يجب عليها أن يذهب بدون هذا يعني. ويتجرد عن لبس المخيط، يعني قبل لبس الإحرام يجب عليه أن ينزع من نفسه الملابس المخيطة. مخيط ما هو خيطه يعني. ويكشف رأسه، لا يجوز لك أن تغطي رأسك في وقت بدون أن يكون شيء على رأسك.
وينزع خفيه. نعم، لا يجوز لك أن تذهب بالخفين الذي هو يغطي كعبين وحتى الساق، يعني لابد أن يكون الحذاء الذي يريك أو يكشف هناك كعبي وبعض الأجزاء من قدم. مفهوم كلام؟ لا يجوز أن يكون مغطيا كله يعني. نعم خفاة. نعم. وجوربيه لا يجوز أن يكون هناك ماذا؟ جوربين. لماذا؟ لأنه يغطي يعني. ويغتسل إن تيسر له يعني وإن يكون يسير له غسل أفضل له أن يغتسل حتى لا يخرج هناك رائحة كريهة يعني. وإلا فليتوضأ، وإن لا يكون يسير له أن يتوضأ أو يغتسل هو يتوضأ إذن. فإن عجز عنهما وماذا يفعل؟ تيمم. ما معنى تيمم؟ تيمم يعني أنت تستعمل التراب. نحن قلنا إذن وأن يكون هناك التيمم لابد أن يكون النية فرضا، قلنا هكذا في الماضي. نعم، لكن لابد أن يكون إما للصلاة لأجل عبادتي أو لأجل التنظيف. لا يجوز لك أن تستعمل مثلا لأجل شيء آخر الذي هو غير مقصود. مثلا إحرام هو غير مقصود، وأنت تفعل إحراما ليس لأجل إحرام، يعني أنت تلبس إحراما ليس لأجل إحرام، أنت تلبس إحراما لأجل ماذا؟ لأجل حج. يعني كأنه مثلا أنت تتوضأ وليس لأجل وضوء، صحيح؟ أو أنت تتوضأ لأجل وضوء؟ لا، وهو غير مقصود. هنا إحرام هذا غير مقصود، ولذلك لابد أن تفعل نية في التيمم على عبادة. ما هو عبادة؟ إحرام بنفسه ليس بعبادة يعني. على ماذا؟ على صلاة الإحرام، على صلاة الإحرام. ويتنزف. مفهوم كلام؟ ويلبس الرجل إزارا يستر به عورته. الرجل هو يلبس إزار هو هذا هو الإحرام الذي الناس في زماننا يفهمون من كلمة إحرام يعني، لكن هو ليس بإحرام. ما هو تابع لإحرام؟ ما هو إزار يستر به عورته. ورداء منكبيه، ورداء على منكبيه جديدا. على منكبيه، ما معنى منكبيه؟ منكبيه يعني وأن يكون في حال حينما بارد مثلا أنت يمكنك أن تجعل على منكبيك، لا تلبث كاملا، تجعل على منكبيك ماذا؟ رداء للا يكون هناك البرودة باردا لك يعني. وهذا يعني من المستحب أن يكون جديدين، إزار والرداء من الجديدين، أو أقل شيء غسيلين، إما مغسولة إما جديدة. وأيضا نعم أبيضين، أي لون كان أو أي لون كان، يعني من المستحب أن يكون أبيض لكن ليس شرط. كما في الكفن أيضا نحن تعودنا على لون الأبيض، لكن ليس شرط أن يكون أبيض، أي لون، لكن أفضله أبيض. وهو يقول الجديد أبيض أفضل. مفهوم كلام؟ فيضع الإزار فوق سرته. كيف هو يفعل إزار؟ أنتم تعرفون كيف هم يلفون على نفسهم الخرقة أو قماش البيضاء، قماش الأبيض عفوا. فهمتم كلامي؟ كما عادة نحن تعودنا نرى في التلفاز كيف يلبسون الناس الذين ذهبوا إلى الحج هذا الإزار. مفهوم كلام؟ فيضع الإزار فوق سرته. هو يفعل ماذا؟ إزار فوق سرته مشدودا من غير عقد. مشدودا يعني أنت تشدد، يعني حينما أنت تريد أن تجعل نهاية هذا القماش وتريد أن تعلق يعني لا يكتشف بعد ذلك، يجب عليك إما أن تعقد إما أن تجعل في مكان أو في حال حينما هو لا يكتشف. مفهوم كلام؟ وكيف أنت تفعل؟ هل يجوز لك أن تعقد عقد حينما أنت تفعل عقد؟ تعرفون؟ لا يجوز لك أن تفعل عقد لأنه يشبه الخيط. ماذا أنتم تفعلون؟ تشد يعني أنت تأخذ وتدخل يعني. مفهوم كلام؟ ويشد عليه إن أحب هميانا. هذا هو هميان، أصل هو هميان هكذا يعني. مفهوم كلام؟ أو منطقة. ما معنى منطقة؟ أو يجوز لك أن تأخذ شيء ومستقل من الإزار يعني. كمان منطقة يعني يوجد عند السكاذ لا منطقة.
لكن نعم بدون أن تدخل هذا الحديد إلى داخل هذا الشيء، لا فقط، وأن يكون منطقة بدون إدخال هذا الحديد إلى داخل الجلد. فهمت كلام؟ لا هكذا يجوز ذلك. ويكون منطقة أي كامران ونفس المعنى يعني من غير عقد هميان، يعني في الهميان لا يجوز لك أن تعقده، ولا إدخال شوكة لا إدخال شوكة هذا المنطقة، شوكة هذا يسمى شوكة يعني شوكة المنطقة إبرام كمرين إبزيما. نعم صحيح، إبزيما يعني هو الثقب الذي أنت تدخل الحديد إلى داخل الجلد حتى هو يمسكه لا يكتشف. لا يجوز لك أن تفعل هكذا يعني. وإن تريد أن تستعمل منطقة يجب عليك أن تجد هناك منطقة الذي هو يمكن أن يتمسك عندك بدون أن تدخل هناك الحديد إلى داخل الإبزيما يعني. مفهوم كلام؟ إبزيما الكمري في جلدتيه. مفهوم كلام؟ فإن ذلك يعني من استعمال المنطقة مباح للمحرم بلا كراهة. ويضع رداء على كتفيه، يضع رداء على ماذا؟ على كتفيه. وإن عقد شيئا من ذلك عقد يعني إما من هميان وإما من المنطقة، عقد شيئا ويرتدي ماذا هو أي مكان يا رب عقد. فإن عقد شيئا من ذلك أو أدخل شوكة الإبزيم الكمري في جلتي كورها ومكروه. لا يجب عليك الدم لكن مكروه ومكروه ولا شيء عليه. ويجوز له أن يتزر إزارة يعني أن تلبس الإزارة، أن يتزر ويرتدي أي يلبس يعني بأكثر من اثنين، يعني ليس شرط أن يكون رداء وإزار فقط، يعني يجوز لك بأكثر من اثنين بلا كراهة بدون أن يكون هناك مكروها. والمرأة هي تلبس كم المخيط، يعني أنت لا تستطيع أن تقول لا للمرأة أيضا واجب ما هو كان واجبا للرجال، لا بهذا الشكل هي تكون ماذا؟ مكشوفة عورة. وإن لا يكون هناك المخيط هي لا تستطيع أن تستر عورتها، ولذلك نحن نقول ماذا؟ يجوز لها أن تلبس المخيط يعني. مفهوم كلام؟ حال الإحرام ويحرم عليها التجرد، لا يجوز لها أن ترى التجرد كمثل ماذا؟ حينما نحن فعلنا إزارة فوق السرة إذا المنكبين عندنا غالبا وإن لم نلبس رداء غالبا يكون مكشوفا، ورأسنا يكون مكشوفا، وتحت الركبة غالبا يكون مكشوفا. هل يجوز نفس الشيء إلى المرأة؟ لا، إلى المرأة لا يجوز. مفهوم كلام؟ تجرد يعني أن تنزع ملبسها يعني. كالرجل إلا أنها ماذا تفعل؟ تربط شيئا مثل يعني إذن هي تلبس الملابس المخيطة إلا أنها تفعل فوق رأسها تربط شيئا مثل مروحة هو الشيء الذي يستعمل للتبريد نفسك يعني كمثل فينتيلاتر تعرفون مثل هذا، لكن هو يستعمل في مكان في معنى الككبة يعني أن يكون هناك شيء ومقدمه ظاهر هكذا إلى الأمام. لماذا؟ لأن فوق ذلك امرأة تضع القماشة، وهذا القماش لا يجوز أن يلصق إلى الجسد أو عفوا إلى خديك إلى وجهك إلى وجه المرأة، ولذلك هي تختار هناك الشيء الذي يكون مقدمه موجودا حتى لا يكون هذا القماش يلمس وجهها. مفهوم كلام؟ هذا هو يريد أن يقول تربط شيئا مثل المروحة على رأسها وتسدل يعني تنزل فوقه ساترا يعني قماشة ساترا لوجهها كي لا يلامس وجهها. مفهوم كلام؟ ويسرح رأسه يعني الرجل يسرح رأسه، لا يجوز له أن يعقد شعره وأن يكون طويلا، لا، ويترك شعره ولحيته هكذا. ونحن عادة لا نعقد لحيتنا وهكذا في وقت ماذا؟ الحج إحرام. والمرأة شعرها أيضا، المرأة أيضا هي تفعل التسريح في بشعره، تدركه يعني.
والإدهان مكتوب إدهان، هو هذا الكلام يرجع إلى كلمة فوق بداية الفقرة يستحب، يعني يستحب الإدهان والإدهان، وأن تستعمل هناك شيء تدلك الشيء كالدهن يعني، مفهوم كلام؟ أو تطيب يعني كمسك، لكن بالشرط للشعر يجوز لك أن تستعمل الإدهان والتطيب للشعر والبدن، لكن بشرط بعد ذلك بما لا يبقى له لون وظاهر، لا يبقى أثر له، مفهوم كلام؟ بعد الشروع في الإحرام، يعني بعد أن تبدأ في الإحرام يجوز. وهذا التجرد واجب على الرجل، هذا التجرد يعني أن تنزع ملابسك مخيطة وتلبس الإزار ورداء، يعني كما قلنا في الفوق، هو في حكم واجب على الرجل من واجبات الإحرام، ليس من واجبات، يعني من واجبات الإحرام، ليس من فرض. نحن قلنا لبس الملابس أو لبس الإزار أو إحرام ليس هو ما هو يسمى إحراما، يعني نحن قلنا إحرام والنية. ومن واجبات الإحرام كما قدمناه، كما قلنا في قبل ذلك، قدمناه حرام على المرأة، لكن هذا الشيء تجرد ويكون حراما للمرأة، وليس بشرط لصحة الإحرام، وليس بشرط لصحة الإحرام، يعني التجرد أو لبس ملابس أو القماش الذي يلبس عادة من هو يذهب إلى الحج أيضا ليس من الشروط الإحرام، هو الإحرام ليس من شروطه، مفهوم كلام؟ ويقول وليس بشرط، هذا ليس بشرط لصحة الإحرام، لصحة نيتك يعني، ولا حقيقة. تذكرون نحن كنا نأخذ وجوب الحقيقة ووجوب الحكمية في البداية، ولا حقيقة الإحرام كما قدمناه، كما نحن قلنا الإحرام بالنفس ليس المقصود من كلمة الإحرام، يعني إحرام حينما نقول إحرام أقصد يعني الملبس، وهذا الملبس حاج ليس المقصود من كلمة الإحرام، مقصود وماذا؟ النية. يا ربي قدمناه، وإذا نوى وإن فعل نيته ولبى فعل لبيك الله لبيك، يعني وهو لابس المخيط يعني بدون الإحرام، بدون هذا الملبس صح إحرامه، نحن نقول ليس الشرط، لكن كره، هذا يكون مكروها وإن فعل بدون عذر شرعي، يعني عذرك يعتبر عذر من قبل الشرع. فإذا مضى عليه يوم، يعني وإن كان بالمخيط وماذا بهذا المخيط يوم كامل أو أكثر من اليوم وهو لابس المخيط بعد الإحرام مثلا، أو ليلة كاملة بغير عذر شرعي، لازمه الدم. ما معنى لازمه الدم؟ يعني هو يستطيع أن يوجب رأس الحج، يجبر يعني يصحح الحج، يعني معناه ليس من أركان أو شروط الحج، لكن ماذا هو؟ يأثم، هو يأخذ الإثم. لو كان ما ذكر، لو كان ما نحن ذكرنا الآن حالة يعني بعذر شرعي لا إثم عليه على ذلك، ويتخير بين، لكن ماذا هو يفعل؟ كيف ما كان يجب عليك أن يفعل الشيء، ما هو يتخير؟ هو يختار بين الذبح وبين التصدق ب3 آسوع، صاع جمع صاع، يعني ما هو كم صاع؟ كم هو صاع؟ ويساوي مد دمشقي إلا ربع. تذكرون نحن أخذنا هذا مدة تقريبا، يعني 3 مد دمشقي إلا ربع المد تقريبا، يعني من حنطة على 6 مساكن، وهكذا، وهذا المقدار هو يعطي كم؟ إلى 6 مساكن يعني. أو يمكن أن يختار صوما يعني 3 أيام، ثم بعد لبس الإزار ورداء يصلي لله تعالى، يصلي، نحن قلنا صلاة يعني يصلي بعد أن يلبس إحرامه ويفعل صلاة لله تعالى ويتوب إليه توبة، يعني ويفعل توبة نصوحا من جميع الذنوب، نصوحا ويعني توبة خالصا يعني لله تعالى، مفهوم كلام؟ من جميع الذنوب التي هو كان يفعله،
ثم ماذا يفعل؟ ثم ينوي الإحرام بالحج. هو يفعل إحرام، يعني يفعل النية بالحج بقلبه، مصمما على ذلك، مصمما يعني ذاعما على ذلك، يعني ذاعما مريدا على ذلك يعني. ويقول بلسانه ما هو، ويقول بلسانه وهو مصمم أيضا قاصدا يعني على ذلك بقلبه ماذا؟ اللهم على ذلك بقلبه، يعني هو يقول بلسانه قاصدا بقلبه اللهم إني أريد الحج فيسره لي وتقبله مني، ونويت الحج وأحرمت به لله تعالى مخلصا لبيك الله. وبعد ذلك هو يذكر ذكرا مشهورا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يفعل هكذا ويكررها ثلاثا، هو يفعل هذا 3 مرات. وبعد ذلك ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يفعل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويسأل الله تعالى رضوانه والجنة، ويسأل من الله، يدعو من الله تعالى ماذا؟ رضوان، أن يكون الله تعالى راضيا منه، ويسأل من الله تعالى الجنة، ويستعيذ به من النار، يستعيذ بالله تعالى من النار يعني يا رب. ويكثر منها، يعني يكثر من صلواتي ومن هذه الأدعية يعني دعاء، كلما صلى أو كلما صلى صلاة، مفهوم كلام؟ أو على شرفا، على يعني هو ارتفع، صعد إلى مكان، شرف مكان مرتفع يعني، كلما هو صعد إلى مكان مرتفع أو هبط، أو كلما هو كان ينزل إلى الوادي يعني، مفهوم كلام؟ أو لاقي ركبا عفوا، أو كلما هو يجلس إلى يركب يعني، يركب الحصان يعني، ليس شرط أن يكون حصان، حمار أو شيء، كلما يركب يعني يا رب. بالأسحار وعقب بالأسحار يا رب يعني، وأن يكون قبل ذلك، مثلا بالسحور، وعقب الصلاة، في كل عقبة صلاة، وفي مسجد مكة، وأن يكون في مسجد مكة، منى وعرفة، في كل مكان يكثر دعاء الذي نحن قلنا، ويكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا يعني يجوز أن يكرر لبيك تلبية يعني، ويكررها في كل مرة 3. يكررها في كل مرة ماذا؟ 3. ولا يقطعها بكلام، لا يجوز حينما بدأت، لا يجوز لك أن تقطع التلبية من وسطه، مفهوم كلام؟ من وسطه، إلا رد السلام، إلا أحد هو سلم عليك وأنت تريد أن ترد، يعني في هذا الحال يجوز يعني. لكن يكره لغيره أن يسلم عليه، لكن مكروه لك مثلا أن تقول السلام لأحد حينما هو يكون في خلال تلبيته يعني. ويستحب رفع الصوت بالتلبية للرجل، بالتلبية يرفع صوته، ولا ترفع المرأة صوتها. لماذا؟ لأن صوتها عورة، بل تقتصر على إسماع نفسها، بل هي تقول في المستوى حينما هي تسمع بنفسها كلامها، صوتها يعني، مفهوم كلام؟ نتوقف في هذا المكان؟ نعم. الحمد لله رب العالمين.